ايه هي احسن ازازه اجيبها للجيم؟ الستانلس ستيل ولا البلاستيك اللي زي الكل ولا البلاستيك العاديه خالص؟ طب ايه هي المعدات اللي اخد بالي ان اجيبها لما اروح الجيم؟ وايه افضل الاحذيه اللي هتبقى عمليه معايا؟ تعالوا نبدا ونجاوب على كل الاسئله دي. اولا الازايز في 3 انواع تقريبا: الستانلس ستيل ودي جربتها، وفي البلاستيك اللي زي الكولمان ودي جربتها، والبلاستيك العاديه ودي ما جربتهاش بقى، وهبقى اقول لكم ليه. نمسك ارخص واحده تقريبا ودي معايا يجي من حوالي 6 سنين او اكتر. السعه بتاعتها 650 مللي، يعني تقريبا قد ازازه ميه صغيره، وسعرها حاليا حوالي 200 جنيه. وهي محكمه الغلق، يعني مش بتسرب ميه خالص طبعا. بتحتفظ بالميه الساعه بقى قد ايه؟ بصراحه ما اختبرتهاش على فترات طويله، بس الساعه ساعتين اللي بقعدهم في الجيم بتكون الميه ساقعه زي ما هي. نيجي بقى لاهم حاجه، ان طول الفتره اللي انا بستخدم فيها الازازه دي طعم الميه فيها ما اتغيرش، ودي اهم حاجه في الموضوع كله. تعالوا نمسك نوع الازازه التانية، ستانلس ستيل، ودي طبعا مخصصه للميه الساقعه مش السخنه، وهي بتتباع كده انها للميه الساقعه، ودي برضو محكمة الغلق اكيد ومش بتسرب ميه. بس انا بصراحة جبتها عشان كنت عايز حاجة شكلها احلى شوية من اللي فاتت، بس للاسف ملحقتش اختبرها على فترات طويلة، لان اول ما اشتريتها لقيت طعم المية فيها كأنه مجير كده، في حاجة غلط مش طبيعي. جربت اغسلها واعمل لها دورات غسيل وغسلتها بحاجات كتير وبرضه نفس المشكلة، فضل فيها نفس الطعم المغير دوت او المجير ده بتاع المية. فللاسف ركنتها وما استخدمتهاش. معرفش بقى هل حظي عشان وحش كان القطعة دي فيها عيوب صناعة، ولا دي مشكلة عامة في الإزازة نفسها. ودي سعرها حاليا حوالي 625 جنيه، ودي طبعا ماركة تانك. اللي فاتت برضو كانت ماركة تانك. في طبعا أنواع تانية وفي حاجات ممكن سعرها يوصل ل3 أضعاف الرقم اللي احنا بنقوله ده. نيجي بقى لتالت نوع، الإزازة اللي هي البلاستيك العادية، ودي أنا ما جربتهاش لسبب بسيط، إن لو ما اشتريتش نوع محترم جدا جدا طعم الميه هيتغير في النوع ده من البلاستيك بسهوله جدا. زي ازايز الميه البلاستيك العاديه، لو استخدمتها اكتر من مره طعم الميه فيها بيتغير. فلو هتشتريها شوف ماركه كويسه محترمه، ما تروحش تشتريها من على فرشه ولا اي مكتبه كده في الشارع وخلاص. بالاضافه كمان ان نوع الازايز دي مش بيحتفظ ببروده الميه، فالميه كده كده هتبرد فما عملناش حاجه. فبالنسبه لي كده من الاخر احسن نوع في الازايز دي هو الاولانيه خالص اللي احنا راجعناها، اللي زي الكولمان. بالرغم ان شكلها جايز مش اشيك حاجه، وهي طبعا اذواق، بس عمليه ومناسبه جدا بالنسبه لسعرها ولطيفه يعني في الاخر. ننقل على الفرع التاني، الشرابات والاحذيه. اولا كده الشرابات، فاحنا عملنا لهم مقارنات كامله وجربنا انواع كتير جدا في هوبي وكوتونيل والامبراطور ودايس. هسيب لكم رابط الحلقات دي تتفرجوا عليها براحتكم. ثانيا الكوتشيات، ببساطه كده وباختصار ومن غير كلام كتير، لو انت العابك كلها من الثبات، يعني مش بتجري على تريد ميل مثلا ولا حاجات من النوع ده، فاي كوتش هيسد معاك عادي، لان المشكله كلها بتبقى في تانية مشط الرجل نفسه، هو ده اللي ممكن ياثر معاك في العمر الافتراضي بتاع الكوتش. انما بقى لو هتضطر تجري على تريد ميل او كده، فانا بالنسبه لي الكوتشات الاساسيه مثلا عندي وبرشحها دايما هي الاديداس ييزي 350 والاديداس الترا بوست، عشان بيكونوا سهلين في اللبس والقلع وخفاف، وفي نفس الوقت النعل بتاعهم فوم فبيبقوا مريحين كمان في اللبس. ننقل على الفرع التالت، وده خاص بالعناية الشخصية. هي شوية حاجات كده هنفكر بعض بيها، عشان في ناس ساعات بتروح الجيم وبتسقطها. دايما يا شباب، دايما 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 لازم تاخد فوطة معاك، خصوصا لو انت حد بتعرق جامد، وكده كده طبعا هتعرق، لان الواحد بيلاقي ناس قايمة من على البنج محمية البنج مية كأنك جبت خرطوم مية. فحتة فوطة صغيرة زي كده مش هتخسرك حاجة. وهات نوع زي ده يكون بيمتص الميه كويس. اما بقى بالنسبه لحاجات تانية خاصه بالعنايه الشخصيه، فدايما حاول تفتكر ان انت تاخد معاك كيس مناديل صغير زي كده، تكون طبعا حاطط مزيل عرق، لان اعتقد دي بديهيات يعني. لحسن الوضع بيبقى صعب قوي في الجيم، وفي ناس فعلا بتنسى اصلا تعمل الحاجات دي. مش لازم يعني يكون الجيم ميكس عشان نهتم بالحاجات دي. ولو عايزين نعمل حلقة بقى عن الجيم عموما من ناحية تجربة التدريب الأونلاين والمكملات، هل هي حاجات مجدية، ايه تجربتي معاها، فاكتبولي في التعليقات عشان ان شاء الله نعمل لها حلقة. وما تنساش بقى اللايك والفولو. استودعكم الله. سلام.